ما ينفعش ما تتعلمش كلاود ايا كان التخصص بتاعك ايه في مجال السوفت وير، باك اند، فرونت اند، ديف اوبس، كله لازم يتعلم كلاود. النهارده معرفتك بالكلاود دي عامله زي ما تكون انت عارف الكمبيوتر متكون من ايه، هتختلف بس الدرجه المطلوبه من المعرفه لكل وظيفه. نظريا انشطه الديف اوبس ينفع تتم بعيدا عن الكلاود، لكن على ارض الواقع الديف اوبس بيتم على الكلاود نادرا لو في شركه عندها اون بريمسز وبتطبق نفس الميثودولوجيز بتاعه الديف اوبس عندها. الكلاود بروفايدرز في السوق كتير، وكل بروفايدر عنده السيرفيس بورتفوليو الخاص بيه. عدد السيرفيس دي مختلف من بروفايدر للتاني، لكن كلهم عندهم الكور اي تي سيرفيسز، الفيرتشوال ماشين والنتوركينج والستورج وكمان الكونتينرز والكوبرنيتس. الجميل في الموضوع انك لو اتعلمت تشتغل مع خدمات بروفايدر معين فهيبقى سهل عليك نوعا ما انك تشتغل مع بروفايدر اخر. لكن الدنيا مش وردي، لان جودة الخدمات عند كل بروفايدر مش زي التاني. اختيارك للبروفايدر اللي هتبدأ تتعلم مجموعة الكور سيرفيسز بتاعته هيبقى معتمد على ايهما اكثر طلبا في السوق. حاليا الاكثر طلبا في السوق AWS، وبعديها Azure، وبعديها بمسافة كبيرة جوجل كلاود. على الرغم من اني اشتغلت ب AWS و Azure لي سنوات طويلة، لكن لما جيت اعمل كورس عن الكلاود عملت كورس AWS DevOps 90%، لنفس السبب اللي انا لسه قايل لك عليه، انه الاكثر طلبا في السوق. تجربتي الشخصيه مع AWS افضل بكتير من تجربتي مع Azure. المرونه في AWS اعلى بكتير، الدعم الفني افضل بمراحل، الدوكيومنتيشن مختلف خالص، كل ده لصالح AWS. فنصيحتي النهائيه خليك مع AWS علشان صحتك النفسيه في المقام الاول، وعشان جوده الخدمه المقدمه من عندهم في المقام الثاني.